السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معكم قناة مطبخ فوزية. نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مع بعض كيك بالتفاح والزبيب ببيضتين فقط. كنحصلوا على كيك بالشكل اللي كتشوفوا في الصورة، كيجي لذيذ وكيتحضر بسرعة وناجح من أول تجربة. كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيم فضلا وليس امرا للتشجيع فقط. ولا كنتو كتشاهدوا القناه لاول مره فحتى نتوما حبيباتي ما تنساوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش تكونوا نتوما الاولين كتوصلوا بكل ما هو جديد، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وندوزوا المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات فعندنا 4 ديال التفاحات كيف كتشوفوا، فانا غسلتهم ومسحتهم. قرفه، قبسه ملح، 150 غرام دقيق اللي غربلته من قبل، 16 غرام بيكنج باودر خميرة الحلويات، 2 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 120 غرام ديال الزبدة. فهنا خديت انايا مارغرين، فخديت هذا النوع هذا كناخذه من ليدل. فخذوا زبدة اللي تكون رطبة، وحاولوا انها تكون ابوماد. 100 غرام سكر خاشن، عندي نصف كأس زبيب عنب مجفف اللي عملته مع الماء الطيب حتى تنفخ وعصرته من الماء. هنا ليمونة حامضة القشرة ديالها محكوكة، فانا عندي غير نصف حامضة. غادي نزيد قليل من النكهة ديال الليمون الحامض، عصير نصف حامضة. ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة غادي نقطع التفاح. فهنا التفاح غادي نقطعه بالقشور ديالو، غادي نحيد غير دوك البذور. من بعد غادي نقطعو طريفات صغار بالشكل اللي كتشوفوا في الصورة. من بعد كنزيد عليه عصير ليمون الحامض وكنخلط. فغادي نحطو جنب. ناخد بول فاش غادي نخدم الخليط، وهنا غادي نزيد جميع المكونات، غادي نجمعهم في البول. فهنا عملت البيض هو الاول، سكر خاشن، الزبده. فكنأكد الزبده تكون ابوماد، يعني تكون رطبه باش تقدروا انكم تضربوا الخليط بسهوله. غادي نزيد قشور ليمون الحامض، وغادي نزيد قطرات من النكهه ديال الحامض. فالنكهه ديال الحامض غير حيت انا ما عنديش قشور كافيين اللي غادي ينسموا ليا الكيك، داكشي باش زدتها. زدت الدقيق. المكونات مضبوطه غادي تلقاوها دائما مكتوبه في صندوق الوصف. وهنا غادي نزيد بيكنج باودر خميره الحلويات، نسيت قبسه ملح. في هذا الوقت هذا غادي نخلط غير
بلا ما نخدم يعني الدراب الكهربائي باش ما يطيرش هذاك الدقيق، حتى كتخلط الخليط مزيان. عاد فاش نخدمو الدراب الكهربائي وكنبقاو نخدمو في الخليط. فهنا انا ما قطعتش الفيديو باش نوريكم، لانه راه الخليط غادي يتخلط يعني بوحديتو. فنخليكم مع الصورة. هنا غادي نجمع الخليط اللي تكون ليا في الجناب، وكنستمر في التضراب. هنا كنحصلوا على خليط بالشكل اللي كتشوفوا، ما كيكونش يعني سائل، لاننا مستعملين الزبده بدرجه حراره المطبخ. في هذا الوقت غادي نصفي هذاك التفاح من الليمون الحامض، وغادي نزيد عليه العنب المجفف، ونزيد 2 ملاعق ديال الدقيق يكونوا عامرين، قليل من القرفه فاللي كيبغيها. اللي ما كيبغيهاش يمكن له يعوضها بالفاني. وكنخلط هذاك التفاح والعنب مع الدقيق والقرفه. من بعد كنزيدو على الخليط، وغادي نخلط جميع المكونات. من بعد ناخذ مول اللي عملت فيه كاغط ديال الفرن، ودهنت هذوك الجناب اللي مغطينش بالكاغط بالزبده، وكنعمل فيه الخليط. من بعد كنقاد هذاك الخليط في المول كيف كتشوفوا، لانه يعني خليط ثقيل ماشي بحال الكيك العادي اللي تنعملو. في هذا الوقت كنبدا نستف في التفاح بشكل اللي كتشوفوا. كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. من بعد كنغبر بالسكر خاشن. كنكون شعلت الفرن على درجة حرارة 180. من بعد كنغبر بالقرفة، كندخل الكيك للفرن حتى كيتحمر. ملي كيتحمر تيجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. ملي كيبرد لينا الكيك كندهنوا فوق التفاح بالمربى، والجناب كنعملوا ليهم السكر الثقيل بشكل اللي كتشوفوا. فالزواق دائما راه تيبقى يعني كل واحد على حساب الذوق ديالو. وكان هذا هو الكيك ديالنا، تيجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. فراه مازال ما بردش ليا انايا مزيان. نفتح ليكم تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط. فكتجي لذيذ بزاف وتيجي خفيف، ومع التفاح اللي فيه الوسط، وعاد معاه العنب المجفف. فصدقوني تيجي رائع. كيكون الشكل ديالو هو هذا اللي كتشوفوا. وصلنا النهاية تاع الفيديو. كنشكركم دائما على حسن المتابعة،
وما بقى ليا الا نودعكم، وكنقول لكم مره اخرى شكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.